السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده جميلة وخفيفة في نفس الوقت وبدون سكر. طبعا احنا عارفين بقى الجو حر ولازم كده ايه نرطب بقى واحنا قاعدين كده بأي حاجة جميلة وطعمها يكون جميل زي الحلة اللي احنا هنعمله دلوقتي. طبعا قبل ما نشوف المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ونشوف بقى القمر اللي احنا عاملينه ده، كريمي وطعمه جميل جدا وما يستاهلش غير بقكم. طبعا لو انت بقى اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي بالقناه وكمان تدعميني باللايك الجميل بتاعك ان شاء الله عشان كل جديد من يومياتي توصلك. ويلا نشوف مع بعض المقادير وبعدين نشوف طريقه التحضير ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ده دلوقتي قدامنا المقادير بتاعتنا عباره عن 3 اكياس من الاوريو بتاعنا اللي هو في السوبر ماركت ده. لو ما عندكيش اوريو ممكن تجيبي بسكوت ساده زي اللي قدامك دوت وتحطي له معلقتين من الكاكاو. تمام كده، يعني ما فيش حاجه تعطلك او توقفك. ماشي. وكمان معانا ده الاوريو بتاعنا انا بوريه لكم اهو. وكمان معانا 6 قطع من الجبنه، ممكن جبنه المثلثات او المربعات براحتك المتوفر عندك. تمام. ومعلقتين من الزبدة، ومعايا كيلو الا ربع من اللبن، وكوباية كبيرة من الزبادي ومعدل كوبايتين من الصغيرة. ومعايا كمان كيس بسكوت سادة اللي هو بتاع الشاي. وكمان معايا كيسين من كريم كراميل. تمام كده، يلا بينا نشوف مع بعض احنا هنعمل بقى القمر ده ازاي ونشوف بقى طريقة التحضير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت الكبة بتاعتي، هحط فيها طبعا البسكوت بتاعي وهضربه لغاية لما اخليه عامل زي الرملة. تمام كده، يلا نشوف مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجة ما تنسينيش في اللايك الجميل بتاعك والشير كتير للفيديو عشان كل جديد من يومياتي توصلك. انا ضربت كده ايه البسكوت بتاعي، هحط عليه معلقتين الزبدة وهضربهم كده. وهجيب طبعا الكاسات بتاعتي، اي كاسات بقى عندك او لو عندك بقى صينيه التشيز كيك هترصي الطبقه الاولانيه دي وبعدين هتشوفي بقى الطبقه التانية اللي احنا هنعملها لان هما 3 طبقات احلى من بعض. انا جبت اللبن بتاعي وهفضي عليه كيس كراميل، كريم كراميل، وهدوبهم كده على البارد وقبل ما ارفعهم على البوتاجاز. وهوريكي بقى انا ما حطيت لهاش ولا معلقه سكر. وطبعا اول لما يغلي معانا انا بقى ايه هرفعه من على النار على طول. تمام كده، شايفين بقى هو بيغلي. انا هرفعه دلوقتي على النار وجبته. وجبت معايا كيس بسكوت اللي هو البسكوت الساده الميري ده وهحطه وهضربه بالهاند بلندر بتاعنا. تمام كده لغايه لما اخليه يبقى كريمي خالص. وبعدين بقى المرحله التانية اللي احنا هنحط فيها الزبادي ونحط فيها الجبنه. تمام كده، انا دلوقتي ايه هضربه لغايه لما اخلي كل الجمال ده يندمج مع بعض. يلا نشوف مع بعض. انا كده ضربته اهو، شايفين ما شاء الله حاجه كده يعني كريمي وطعمها مش قادره اقول لكم بقى على ريحتها فظيعه. حطيت طبعا الزبادي بتاعي مع الجبنه بتاعتي والكوبايه بعد ما دخلتها التلاجة هطلعها بقى واصب عليها القمر بتاعنا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه طبعا كده واحده واحده. انا صبيت كده الكميه بتاعتي كلها وبعد ما صبيت الكمية بتاعتي هدخلها التلاجة برضو تاني تهدى. ومعايا دلوقتي كوباية من المية، معلقة كبيرة من الجيلاتين، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان اللي هو النسكافيه بتاعنا العادي. هدوبهم مع بعض لغاية لما يغلوا وبعدين هنشوف احنا هنعمل ايه. تمام كده، يلا نسمي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا دوبتهم مع بعض اهمت وهرفعهم دلوقتي على البوتاجاز اول لما يغلوا زي ما احنا شايفين كده. انا هبدأ ارفعهم دلوقتي. انا دلوقتي رفعتهم. معايا بسكوت من اللوتس الجميل ده اللي احنا بقى هنزين بيه وهنحطه كده في الكاسات بتاعتنا او في الصينيه التشيز كيك. وهجيب معلقه، ما تنسيش طبعا بقى تحطي المعلقه علشان خاطر ما تخرميش في الكوبايات يعني بتاعتك. وهرصها وده شكلها النهائي. يا رب يكون يومي كان خفيف وظريف على قلبك وتكون وصفتي عجبتك ان شاء الله وجربوها وتقولوا لي في الكومنتات بتاعتكم رأيكم فيها ايه. مع السلامة في يوميات دودو جديدة. مع السلامة.